جيت باش نحكي لكم القصه ديالي. انا عندي خويا واختي، يعني حنا بثلاثه بينا. الام ديالي ربت بيت، والاب ديالي كان موظف مع الدوله. عايشين الحمد لله بخير، من العائلات المتوسطه. لا انا ولا خوتي حشومين لواحد الدرجه كبيره، جبناها من الام ديالي. الام ديالي واحد المره اللي حشوميه، يعني واخا كبيره ودازت تجارب في الحياه وباقي في هذاك الحياء. نفس الشيء حتى حنا كنحشموا، نقولوا شي هضره اللي ماشي حتى لتما، حتى الا بغينا نديرو غير الصواب كنحشموا. الحمد لله مزيان اللي تربينا بحال هكذا، على الاقل كنتميزوا بالحياء ديالنا بين بزاف الناس اللي كنشوفوهم خبيتين دايرين بينا. المهم انا فاش ديت الباك مشيت درت لافاك. كنت كنمشي ديما انا وصاحبتي، كنت ترافق انا وياها في الطريق. فاش كنت كنمشي ما نكذبش عليكم، كنت ديما ما كنشوف واحد السيد بواحد السياره صغيره، ديما كيبقى غير يشوف لجهتي، ما كنعرفش واش لجهتي ولا لجهه صاحبتي، حيت كنكون انا وياها. ما كيهضر معانا، ما كيتكلم، كيبقى غير كيشوف من بعيد. هاد السيد هذا بقى مقابلنا ماشي غير العام الاول ديال لافاك، العام الثاني والعام الثالث. من بعد في العام الثاني اكتشفت بانه كيشوف فيا انا ماشي في صاحبتي، حيت وليت كنرد ليه البال كيكون في الحي ديالنا وكيبقى بنفس الشوفات. صافي تما تاكدت بانه كيشوفني انا. ما تخيلوش الرعب اللي عشت. كنقول هاد السيد شي نهار غادي يخطفني، راه ما يمكنش. هاد 3 سنين ديال لافاك كامله هو حاضني وما كيقول حتى شي كلمه وما كيهضرش، غير كيشوف من بعيد. صافي شكيت، قلت واقيلا دوك العصابات الكبار اللي كيخطفوا كياخذوا وقت باش كيدرسوا المحيط ديال الضحيه. والله الا بقاو كيجوني جميع الافكار زعما الخايبه والسيئه وكل شيء مجموع عليا. وليت فيما نشوفو كنجلس نسربين نجري ونمشي غير الشارع، ما كان نختصرش كاع في الزناقي. المهم شديت الاجازه ديالي وكنت فرحانه بها، ارتاحيت الحمد لله. واتفقت انا وصاحبتي، قلنا راه غادي نرتاحوا والعام الجاي نبداو ندفعوا على حساب الماستر. كنا مازالين باغي نكملوا قرايتنا. داكشي اللي كان حتى لواحد النهار قالت لي يا ماما راه باباك هضر مع شي واحد باغي يجي يخطبك. انا ديك الساعه جاني لبالي هذاك السيد، قلت ياك ما هو. مهم قلت ماشي مشكل، حتى يجيو الناس، حيت بابا دار معاهم باش يجيو على اساس التعارف، يشوفوني ونشوفهم. داكشي اللي كان. انا ما نكذبش عليكم، كنت كنقول نصاب يكون هو باش نحيد عليا داك الشك ديال انه باغي يخطفني، لان بقى داك الرعب عندي وما قلتوش لدارنا. وهذا اكبر خطا. انا بكثرة الحشوميه ما بغيت نقول لا لماما ولا لبابا حتى شي حاجه. حشمت نقول لهم واحد كيتبعني واحد هذا، خفت. قلت حتى الا يمشى وقع شي حاجه ومشى عنده بابا ولا هذا، خفت توقع لبابا شي حاجه، خفت هذاك خينا يمشي يصيفط شي حد اخر ولا عاد يزيد ينتقم. بداو جميع المسلسلات والافلام اللي تفرجت فيهم ديال الرعب جاوني لعقلي. ولكن نهار جاو ومشيت طليت في الصالون وجلست وسلمت عليهم، لقيتو كاين تما. عاد ارتاحيت. واخيرا كان كيشوفني هاد 3 سنين كامله، وقيلا كان كيخمم واش يتزوج ولا لا. عائلته سقو كيهضروا بطريقه اللي زوينه مصوابه، هو كذلك طريقه بحاش كيهضر، خدام مزيان، يعني فيه مواصفات اللي صراحه اي وحده تقدر تقبل بهم. قلت ماشي مشكل، توكلت على الله. تخطبت ليه. من بعد كنت هضرت معاه وقلت ليه زعما علاش كنتي زعما ديك المده كامله وانت حاضني. قال لي اش غادي نقول لك، انا عجبتيني من اول مره شفتك، وكنتي ديك الساعه اول مره واقيلا غتمشي لافاك ولا المهم بدايه الدخول المدرسي. من تما ما بقيتش قادر انني ما نشوفكش، وليت مدمن عليك، وليت كنحلم بك بالليل وبالنهار. ولكن ما بغيتش نهضر معاك باش ما تفهمينيش غلط، وفي نفس الوقت ما بغيتش نجي نخطبك. قلت حتى تسالي قرايتك باش ما ديريش ليا السبه وتقولي حقا راه بغيت نقرا وترفضيني. فبقيت بحال هكاك حاضيك كنتسنى، كنشوف لا تمشي تهضري مع شي حد ولا نمشي يجي يخطبك شي حد، المهم كون عارف كل شيء عليك ونكون مرتاح البال، عارفك مازال غير كتقراي وهذا، وفي نفس الوقت تشدي الاجازه ونجي باش ما يكون عندك حتى شي سبب علاش ترفضيني. عرفت وجاتني الضحكه، قلت سبحان الله العظيم ما عمرني ما شفت شي واحد عنده الصبر قدك انت. هنايا عرفتو بانه كيبغيني فعلا، كيبغيني ديال بصح. فقلت ماشي مشكل، دوزنا الخطوبه، درنا العقد وتزوجت ومشيت لداري اللي كان كاري بطبيعه الحال. كان كاري هو في الاول واحد الدار في شي شكل، من بعد عاودنا كرينا دار اخرى اللي فرشناها بأثاث شويه نقي وزوين، ودوزنا ايام زواجنا الاولى بكل حب والحمد لله. كنا يعني متفاهمين في الاول، كنا كنسمعوا بان كيكونوا خلافات، بالعكس حنا كنا متفاهمين واحد الدرجه كبيره، كان كيهتم بيا لواحد الدرجه كبيره. المهم داز الشهر الاول، داز الشهر الثاني. هذاك الشهر الثاني بالضبط احتاجيت انني نهضر مع اختي، كان سالا ليا الصوت. هو في هذيك الفتره كينعس، كان ديك الساعه ديك 4 د العشيه بحال هكا كان ناعس.
فمشيت زعما على اساس باش نطلب منه التليفون. فاش لقيتو هكا دخل في النعاس قلت ما كاينلاش نفيقو، نهز التليفون نهضر مع اختي، ومن بعد فاش يفيق راه غادي يعرفني هضرت، راه نقول ليه هضرت مع اختي. هزيت التليفون بديت كنصوني، والو اختي واش كتهز داك التليفون؟ فكرت وقلت علاش ما نصيفطش لها ميساج نقول لها داكشي اللي بغيت نقول لها حتى وكان تشوف هذا الميساج وتهضر معايا. داكشي اللي كان. دخلت لبلاصه الميساجات ويا ريتني ما دخلتش، تصدمت كنلقى ميساج مصيفطو هو لواحد السيده، وهاد السيده مدخلها بنمره، يعني بنمرتها، يعني ما كاينه لا سميه لا والو. دخلت كنقرا الميساج كنلقاه كاتب مروه صافي اللي بيناتنا سالا، الله يرحم لك الوالدين نسيني. عرفتوا فاش قريت هذا الميساج يديا بدات كترجف، صافي شدتني الخلعه، بديت كنبكي. هزيت التليفون ومشيت لحداه، رميت التليفون فوق الناموسيه وبديت كنشهق بالبكا، كنشهق حتى هو بقى كيتحرك في نعاسو. فاق وشافني وناض مخلوع، جلس وكيقول لي شنو واقع، واش وقعت شي حاجه، شنو كاين؟ وانا كنبكي اكرم عفاك قولي لي شنو كاين. هزيت يدي وشيرت لجهه التليفون وانا كنبكي. دار هو شاف تليفونه شعلو كيخرج في داك الميساج. ديك الساعه بدا كيسب وكيقول ولد الحرام هاد ابراهيم وهذا. المهم انا ما فهمت حتى شي حاجه. ديك الساعه كيصوني كيهضر مع شي حد، ما عرفتش انا واش كيهضر مع هاد ابراهيم، وبدا كيسب كيقول ليه ما لقيتي ما تكتب وهذا، جبتي لنا صداعات وهذا. وبدا شحال هو مناقش معاه، صافي قطع التليفون. قال لي راه ماشي انا، راه صاحبي هو اللي طلب مني التليفون، هو اللي جالس كاتب لصاحبته ولا ما نعرفش كتجي هاد خيتي. عرفتوا ديك الساعه عاد بردت العافيه اللي فيا لداخل. ايوا برات تبكى داك النهار وارتاحيت من بعد وقلت الحمد لله ماشي هو. اما راه صافي غنولي نشوف غير الظلام قدام عيني. شخص اللي متيقن على انه كيبغيني وثيقه فيه يخرج منه هذا الشيء يولي بحالهم. صافي هو ديك الساعه قال لي ما عمرك تشكي فيا وهذا وصاحبي السبب وهادي وهذا والهضره. صافي خرجنا ديك العشيه باش بدلت الجو ونسيت الامر. من داك النهار صافي سديت الموضوع ونسيت الامر. دازوا الايام وجاو الايام حتى النهار اللي كتاب ولقيت راسي حامله. ما تخيلوش شحال فرحت، وفرح حتى هو. فرحنا بزاف، العائله فرحات معنا الحمد لله. دوزت الحمل ديالي بخير وعلى خير، كان مهتم بيا للاخر. ولدت ودرت السبوع، من بعد دازت 40 يوم. فاش دازت 40 يوم جا عندي راجلي وقال لي بلا راه داير مع صحابو باش يسافروا. انا ما نكذبش عليكم بلعت ريقي، بديت كنشوف فيه وقلت ليه كيفاش علاش تسافروا؟ قال لي غير بغينا كنبدلوا الجو وهذا، اتفقنا شدينا كونجي ديال سيمانه غادي نسافروا غادي نجيو دغيا وهادي وهذا. المهم بقى عليا بالهضره. وديك 40 يوم كانت مازال الدار عندي عامره، مره كتجي عندي ماما، مره كتجي عكوستي، مره لوستي، مره اختي، مره يعني كاين الدخل والخارج في الدار، ما كاينيش غير حنا. بقيت غير كنشوف فيه، ما هضرتش، ما عطيت حتى شي رده فعل. والسيد فعلا بدا كيجمع حويجاتو كيقاد الامور. جا سلم عليا باس ولدو وقال لي انا مشيت، ومشى فعلا. يعني ما تسناش يسمع مني انا موافقه او لا ابدا. ايوا اللي بكيتو وراكم عارفين المراه النفسيه شحال كتكون حساسه. بكيت كل ليله كنبكي هذيك السيمانه كامله. وكل مره كنصوني عليه فينك كيقول لي ها فين حنا. المهم تداز ديك السيمانه وجا جايب لي زعما الكادويات، شنو جبت لك هذا. حاولت نمتلك اعصابي وكنقول صافي راه مشى وجا، يعني حاولت تسدي الموضوع، حاولت هذا وخليت داك الشيء في قلبي. قلت ليه ورني تصاور ديال هاد البلاصه اللي مشيتو ليها. بقى كيشكر في ديك البلاصه وعيا يوصفها لي وهذا. قال لي تصاور خليه حتى الغدا ان شاء الله ونجلسوا نتفرجوا في التصاور. صافي فعلا هو كيعاود لي على ديك البلاصه وهو متحمس، وانا من داخل قلبي كيتقسم على 10. دوزنا ديك الليله، نعست، فقت، لقيت راسي فايقه بكري، فقت قبل من البيبي وقبل منه هو. نات كليت شي حاجه هكا فطرت بها حيت كانت كتشدني الدوخه. ثم تفكرت التصاور اللي قلت ليه، قلت اجي نهز التليفون نتفرج فيهم من راسي، ما نتسناش شي يفيق. كان شادني الفضول على هاد المدينه اللي جالس كيشكر ليا لهاد الدرجه. هزيت له التليفون وبديت كنبقشش. تما كيبانوا ليا 2 تصاور فيهم صحابو وواحد 2 بنات. صافي تما عاوتاني ما نكذبش عليكم بدا كيبان لي غير الظلام. بديت كنبقشش ما لقيت حتى شي تصويره هو واقف مع البنات، غير دوك 2 صحابو. اما هو عنده تصاور غير مع صحابو، ما كاين حتى شي بنت. صافي ديك الساعه كنحط التليفون، مشيت توضيت، قلت هاد المره غادي نتصرف احسن من المره الاخرى. توضيت وصليت 2 ركعات وبديت كندعي يا ربي ما تكون شي حاجه خايبه، يا ربي. بديت ندعي. ايوا بس بقيت كنخمم يا ربي شكون هادوك، واش سافر معاهم، واش بقى دارني راسي. تخيلوا
قدرت على انني نصبر راسي ونسكت وما نواجهوش، ولكن تغيرت. ما بقاتش شخصيتي هي شخصيتي، ما بقيتش حاملاه. وليت كنتعصب كل مره. كان كيبان ليا واحد الشخص اللي عطيه قيمه كبيره، من بعد بقى كيبان ليا حتى شي حاجه، ولا كيبان ليا قدير. واخا ما حصلتش عليه التهمه 100%، ولكن ما نكذبش عليكم قلبي عافو. ولا هو كل مره كيقول لي مالكي شتك بحال مغيره بحال والو، كنقول له عادي باش مغيره. وفعلا دوزت المده ديال شهر تقريبا وانا مازال انا هي انا، يعني ما كنتعاملش معاه مزيان، ماشي بحال قبل يعني ناشطه ونضحك معاه وهذا ابدا. صافي قلبي ما بقاش بغاه. المهم بقيت على هذا الحال حتى النهار اللي جا عندي وقال لي بلا الخدمه صافتوه لواحد المدينه صغيره غيخدم تما، ما غاديش يبقى في نفس المدينه اللي حنا فيها. انا تصدمت، قلت ليش كتخربق دابا كيفاش؟ قال لي راه كيف ما سمعتي المدينه بعيده ب4 ساعات على مدينتنا، والخدمه تما اش غادي نقول لكم راه الصالير ماشي غير طالع يعني مخير. قال لي ما غاديش نفوتها. قلت ليه ودابا وانا ولفت هنا حدا دارنا. قال لي ولفتي راه غتبقاي هنا انت ما غاديش نديك. قلت له علاش ما غاديش تديني؟ قال لي ما صالحش، مدينه صغيره مازال ما عارفهاش انا مزيان، حتى نعرفها بعدا ونشوف شنو كاين وهذا. قلت له لا ما يمكنش، خاصني نمشي معاك. قال لي شوفي راه ما غاديش نصدع راسي انا نبقى عاد نركز وهذا. تما مشاو واحد جوج صحابي غادي نمشي معاهم وغادي نكري معاهم، طاح لي القضيه رخيصه، خاصنا نجمعوا باش نشريو حتى حنا دارنا. اما الا ديت كنتي وديت الولد راه خصني نكري دار نيت على حقها وطريقه، خاص الفراش ديالها وبزاف ديال الامور. قلت ليه هي ما هي على حنايا فين اول تخلينا ياك حنا كاريين في هذه المدينه ونمشيو نكريو ليها كاملين. قال لي لا واخا نبديك ما غاديش نطلق لها الدار. قلت له واش ما نطلقش ليها؟ قال لي حنايا مشينا لديك المدينه راه ضروري كل سبت وحد خصنا نكونوا هنايا، انت تشوفي داركم وانا نشوف دارنا، ايوا فين غنباتوا؟ نبقاو نباتوا عندهم؟ ما تكون عندنا الدار هنا فين نباتوا. المهم ما تفهمت انا وياه في هذه النقطه. فعلا بدا عاوتاني كيوجد حويجاتو وكيقاد الامور. قال لي شوفي راه غادي نبقى نجي الجمعه في العشيه وما نمشي حتى لحد في العشيه. تأزمت وبقى فيا الحال، وفعلا مشى السيد. وعاوتاني شحال بكيت السيمانه الاولى جاتني قاصحه، واخا كانت ماما كتقول لي اجي ومشيت وقال لي غير سيري، وليت كنبات مع ماما. تخيلوا كنبات من الاثنين حتى الجمعه، عاد كنجي لداري فاش كيبغي يجي هو. تأزمت السيمانه الاولى، حسيت في شي شكل، خصوصا انني عندي الشك في راسي، فهادشي اللي كان ممرضني. فجأة من بعد ما دوز السيمانه في ديك المدينه جا وجايب لنا عاوتاني الكادويات لا ليا ولا لولدي. فرحت صراحه بالكادويات، بديت كنهز داكشي من الباليزه وهو مشى باش يتوضا ويصلي. بديت كنهز كنجمع شويه هكذا، كنلقى دوك الوريقات ديال الفاتوره باش شرا لينا وهذا. قلت اجي نبرقك، حيت هو من النوع اللي كيقول لك الا جبت لك الكادو ما تسولينيش على الثمن. قلت اجي نبرقك نشوف هادشي بشحال جابوا لنا. بديت كنقرا هكا في الفاتوره، عرفت شي اثمنه، هزيت عاوتاني واحد الفاتوره ما فهمت فيها حتى شي حاجه، واحد الكتابه واحد السميه عجيبه. كنقول شنو هادي، شنو شاري بهادي؟ قلبت اللعاب اللي جايب لولدي ماشي نفس السميه. ديك الساعه هزيت التليفون وغشيت دغيا في جوجل على ديك السميه. ايوا هنا هي الصدمه، كيخرج ليا جوجل الشراب، سميه ديال الشراب. صافي هنايا انا تصدمت، لا ما يمكنش هذا شاري الشراب. شفت الثمن، حطيت داكشي من يدي وبقيت كنتسناه. غير جا قلت لي دابا انت كتصلي؟ قال لي كيفاش كنصلي؟ دابا انت كتعرف الله وكتصلي وكتوضا. قال لي دابا شنو كدربز عليا ما فهمتش. قلت له شنو هذا بقى كيشوف. قلت له الشراب، شاري الشراب، هادشي دابا علاش ما بغيتينش نمشيو معاك؟ وبديت كنبكي ونغوت لربي اللي خلقني. بدا كيحلف بالله كيقول لي ما انا اللي شريته، هاد التيكيتا غنكون جمعوا الدراري فاش جاو يجمعوا حتى هما يمشيو رماوها ليا هنايا. راه واحد فينا هو اللي فيه هاد البليه، هو اللي كيشرب. واش انا عمرك شفتيني كنشرب؟ واش عمرك شميتي فيا الريحه؟ واش عمرك؟ قلت له شوف ما كاين لا عمرك ولا والو، انا جمعت لك حتى عييت وجبت ليه الموضوع ديال البنات اللي كنت شفت وجمعت ليه حب وتبن، وقلت لي انا هنايا غادي نحبس، انا هنا غادي نسالي. دابس معاه نيت، هزيت ولدي ما خلانيش نخرج من الدار، صيفط خويا باش يجي لعندي. جا عندي خويا ديك الساعه راجلي تحرج ما بقى ما يقول، وقلت له راه بغيت نمشي عند ماما تونسني في الطريق. قال لي يلا. راجلي ديك الساعه ما بقى ما يدير، مشيت انا وخويا مشيت حتى للدار. دخلت عندهم قالوا لي واش راجلك غادي يمشي زعما اليوم السبت؟ قلت لهم لا راه غادي يمشي ضروري تبع شي خدمه، داكشي علاش جيت. ما قدرتش نصارحهم من الاول، قلت حتى نشوف شنو ندير، حتى نشوف كيفاش نفكر وبزاف د الامور. صافي بقيت جالسه مع دارنا. تخيلوا كيطلب ويرغب في الميساجات ويصوني عارفك واش نجي كنقول له ما تجي عندي ما نجي عندك. رجع في حاله ديك السيمانه لخدمته،
بقيت جالسه وهو ديك السيمانه كامله هو كيصيفط لي في الميساجات وانا كنرد عليه كنقول له بيناتنا الطلاق الله يعاونك، انا غنبقى في دار ماما حتى تقول يقول لك مخك مشي نطلق وسير طلق، اما باش نكمل معاك راه ابدا. السيد قال ربما راه سيمانه وفاش نجي عاوتاني في الويكاند راه ما غاديش تقدر تبقى، راه غادي تجي، ولكن درتها له على قد فمه. قلت لماما راه ما غاديش يجي هذا الشهر كامل، عندهم خدمه مزيره صافي. يعني باش خليت لهم ما يبقاوش يتسناوني كل ويكاند واش غنهز ولدي ونمشي. بقيت تما جا داك الويكاند والو ما مشيتش عنده، صافي حس بالقضيه حامضه. جا الويكاند عاوتاني الثالث ما مشيتش عنده، صافي تما بدا كيتزير. قال 100% قايله لدارهم شي حاجه ولا صافي. يعني القضيه كبرات. صنع عليا واحد النهار عرفتو كيبكي الدموع، كيقول لي انا راه ماشي غير كنبغيك، انا راه فوت ما كنبغيك، عافاك ندير لك اللي بغيتي، ولكن ما نتفرقوش، انا عزيز عليا ولدي وانت كنحماق عليك وهذا. المهم عطيته درس تما. قلت لي شوف ولد الناس، غادي نعطيك فرصه اخيره، ولكن بشرط غادي نمشي نعيش معاك فين خدام، زائد ما نعاودش نشوفك مع دوك الكمامر اللي كتصاحب معاهم. فضلتيهم عليا الله يعاونك سير المحكمه، فضلتيني عليهم، اجي لدارنا مرحبا بك السيمانه الجايه. قلت له راه ما كنتفلاش، يحسبك زعما غتقول لي وفي الاخر تمشي تهضر مورا ظهري معاهم. راه غادي نبقى نقلب وإلا لقيت شي حاجه راه والله ما نزيد معاك حتى شي نهار. قال لي صافي السيمانه الجايه انا غادي نجي نديك. داكشي اللي كان. السيمانه الجايه قلت لدارنا راه صافي راه غادي نمشي وهذا، ماما مسكينه بكات وقلت لها راه غادي نولي نجي كل جمعه لهنا وهادي. داكشي اللي كان. طلقنا لهاديك الدار الكرا، هزينا فراشنا ومشيت معاه. لقيتو كيقلب نيت على كرا، قلبت معاه حتى لقينا، كنا جالسين غير في لوطاي الاول حتى لقينا. فرشت داري مشيت معاه، قلت له وريني فين خدام. شفت البلاصه فين خدام، كانت الدار قريبه لان هذا هو الشرط ديالي، الدار تكون حتى الخدمه. صافي قلت له صحابك ما نعاودش نسمعك كتقول لي صحابي السفر بوحدك ما كاينش، بغيتي تسافر غتسدي معاك مرتك وولدك، حتى جيتي شي حاجه تخرج تشريها غادي تسدي معاك مرتك وولدك، حتى جيتي شي حاجه ديال الخدمه وخصك تخرج تشريها غتدي معاك مرتك وولدك، بغيتي تقهوى دي معاك مرتك وولدك. كان هادو هما الشروط ديالي. ما اكتفيتش يعني بهذا الشيء، انما مشيت معاه للمحكمه، درنا التزام انا وياه باش سنا فيه في قضاء الاسره على الشروط ديال السفر بوحدو ما كايناش، من غير الا كانت الضروره العائله الوالدين، وقعت شي حاجه الله يحفظه لهذا. السفر معايا فين ما مشى نمشي معاه من ناحيه الخدمه. مهم بزاف ديال الامور حطيتهم تما كشروط، دارهم معايا وفعلا زيرته باش يعرف شنو هو الزواج. ماشي كنتزوج ونبقى ندير انا مع صحابي، الا صحابك خارجين الطريق هذا راه لا يعني على انني نصبر لك نتايا تدير خاطرك لصحابك اللي خارجين الطريق. مع العلم فاش كنبدا ندور فيهم كنقول ليه اي حاجه كتلصقها في صحابك كيقول لي حقا اصدقاء السوء علاش كتمشي معاهم. صافي المهم كانت هذه التربيه اللي ربيته، انني شرطت على هاد الشروط وقدام قضاء الاسره. الحمد لله ما جبتش مشاكل مع عائلتي، ما ساقوش خبر لهذا الشيء، فحيت انا متاكده كون ساقوا الخبر الاب ديالي ما كانش غادي يتردد ويخليني عنده، لان الاب ديالي من النوع اللي فيه النفس وما يرضاش هذا الشيء نهائيا ما كيسمحش وما غاديش ينساها ليه. فالحمد لله ما تسرعتش وما قلتش للاب ديالي، اما راه كنت ساله هذا الشيء وفرتك الشمل بشحال هادي. المهم لحد هاد الساعه عايشين بخير. صافي القوانين فاش تحطوا ولينا غاديين ضمن القوانين، كيمشي لخدمته كيجي، حتى دوك صحابو بكثرت ما بعد عليهم ما بقاوش كيصونيو عليه ولا كيحاشيوها ليه، حيت ما بقاش كيخرج معاهم كاع. كان كل مره خارج معاهم للقهوه ما بقاش كاع كيخرج معاهم. كانوا في الاول كيتنمروا عليه حقا، واش حاكمه فيك المراه، وليتي كتجلس غير مع المراه، وليتي كتخرج غير مع المراه، شي هضره ديال لا علاقه. بالعكس انا كنعتبر هذاك حسد وكره من جهه الصحاب، هذوك ماشي صحاب حقيقيين. المهم الحمد لله تقدت لنا حياتنا. فداك الشيء علاش بغيت نعاود القصه ديالي تكون عبره لجميع الازواج سواء زوجه او زوج. خاص تعرفوا بان الانسان غير كيتزوج صافي كيكون ديك الاسره كيولي هذاك هو العالم ديالو. الاولويه كتكون الاسره ديالو ماشي الناس اللي على برا. فاش كنبغي نسافر راه ما كنسافرش بوحدي، على هذيك المراه وهذوك الدراري ما مستحقينش يفوجوا، يستحقوا حتى هما يفوجوا. علاش ما نسافروش كاملين ونستمتعوا بداك السفر ونشطوا؟ هذا احسن لي من انني نسمح في المراه ونزيد نسافر انا مع دراري ولا مع يعني ما عندها حتى شي معنى. وخصوصا فاش كتلقى زوج كيسافر مع دراري اللي هما عزاره ما عندهم حتى شي مسؤوليه وراسهم خاوي
وكيزيد هو كذلك كيتعاند معاهم على اساس هو ما عنده حتى شي مسؤوليه. هذا كيكون سبب المشاكل، فمن الاحسن نتفاداوه. بغينا نديرو شي حاجه نديروها كاملين، الزوج كيكمل الزوجه والزوجه كتكمل الزوج، فراه ما يمكنش يلقى الزوج راحته من غير الزوجه ديالو، والزوجه كذلك راه ما عمرها تلقى راحتها والزوج ديالها ما كاينش. فالسعاده والامان والاطمئنان كيكتمل فاش كيكونوا بجوج حاضرين، كيكون راجلك حاضر وكتكوني انت حاضره. وحتى الوليدات فاش كيكونوا كتكون اللمه احسن بكثير. زيد على ذلك بالنسبه للازواج اللي كيمشيو يخدموا في مدينه وكيسمحوا في زوجاتهم في مدينه اخرى، فكنعتبر هذا الزواج ما غاديش يكون ناجح. اش من زواج هذا؟ علاش ما نمشيش مع راجلي فين ما مشى، نكافح معاه ونصبر معاه فين ما مشى. كذلك الازواج، علاش كتمشيو ما كتسديوش ازواجكم؟ بالعكس، الزوجه هي اللي غادي تخليني على انني نعيش مرتاح ونحس بالاستقرار. ما حدك عايش بوحدك وولادك في قنت اخر، فما عمرك ما غادي تحس بالاستقرار. وحنايا راه غير في الحياه الدنيا، ماشي حياه دائمه زعما باش تقول غادي نبقى خدام ونتكرفس بوحدي ونسمح في ولادي على ود واحد النهار باش نعيشوا الى الابد. ولا راه ما كاينش الى الابد، راه حنا غير في الدنيا نستمتعوا وحدنا فيها وما نفوتوش اي فرصه ديال الاستمتاع فيها. فاستمتعوا بالحاضر ديالكم قبل ما تفكروا في المستقبل.